ازيكم؟ عاملين ايه؟ يوم جديد. الساعة دلوقتي حوالي 6:15. الجو حلو، والصراحة الشتاء بتاع بريطانيا بيبقى ممل وكئيب. لما بندخل على الصيف كده وبنلاقي شوية شمس الواحد بيبقى عايز يخرج، اليوم بيبقى معاك طويل. المغرب الساعة 9 دلوقتي في شهر 7 وشهر 8 و9 اليوم بيبقى أطول من كده، وساعات المغرب بيبقى الساعة 10 تقريبا. فالجو النهاردة حلو. احنا في منطقة اسمها فارم، تحديدا في حتة اسمها ليون سولن. الصراحة المكان هنا جميل جدا، في بحر قدامك وفي بيوت شكلها حلو، منطقة جميلة هادية، مفيش ناس كتير حاليا دلوقتي، والجو برضو مش حر قوي يعني انا لابس جاكيت. لسه الجو يعني في كده حته ساعه، بس هو الجو حلو، الشمس طالعه ودي احلى حاجه يعني ان الشمس طالعه الصراحه. فاحنا جايين النهارده نقعد بقى القعده دي. جايب معايا الكرسي بتاعي وجاي قاعد قاعده ملوكي، بس المشكله انا يعني الواحد لسه مخلص شغل وجاي يقعد هنا شويه، فمش محضر حاجه بقى، مش جايب اكل ومش جايب مثلا شرب ولا حاجه اشربها. جاي اقعد كده ايه، استقنيس شويه في المكان الجميل ده، وبعد كده الصراحه هروح يعني. من الحاجات الحلوه اللي هنا برضو اللي هو في باركينج. لو انت معاك عربيه فممكن تركن العربيه بتاعتك هنا وبعد كده تنزل تقعد على البحر. وهنا في كراسي زي ما انتم شايفين، فلو معكش كرسي مثلا ممكن تيجي تقعد هنا، وبرضو قدام البحر. فاي حاجه انت محتاجها موجوده وببلاش. الشط ببلاش، الكراسي دي ببلاش، مش زي عندنا بيدفعونا على كل حاجه. فالاماكن هنا بتبقى الصراحه جميله جدا. اسوأ حاجه في شواطئ بريطانيا الشط هنا زي ما انتم شايفين كده زلط، فالمشي عليه بيبقى صعب، وغير كده مش هتعرف تقعد وتاخد راحتك. الموضوع يعني بيبقى متعب، فلازم تجيب كده زي سجادة او مثلا حاجة تقعد عليها تكون طرية علشان الزلط ده ما يوجعكش. المية هنا مش وحشة يعني، هي حلوة، بس المشكلة بقى هي ساقعة جدا. يعني انا ما اقدرش الصراحة انزل اعوم فيها. في شهر بقى 8 ممكن يعني تكون دافية شوية، الواحد يقدر ينزل يعوم، بس الصراحة القعدة هنا جميلة جدا.